بقى يا ست الكل، انا عجنتها وقلت ايه اوريها لكم بعد ما عجنها. ايه يا مها المقادير بتاعتك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبنا كيلو من الدقيق وحطينا عليه خميره بيره او خميره فوريه زي ما انت عايزه تحطي، ورحنا حاطين رشه ملح ورشه سكر، وكان عندي حبه سمسم كده زي القمرايه رحت محطاهم عليها، ورحت عجناها بكوبايه او نص كوبايه من السمنه او زيت المتوفر عندك اعجني بيه، ما يهمكيش اي حاجه، كله شغال الحمد لله. يبقى عملنا ايه تاني؟ كيلو دقيق وحطينا عليه سمنه وحطينا عليه ملح، رشه ملح ورشه سكر ومعلقه او معلقتين او حته من الخميره البيره وحبه ميه، ولو عندك ربع كوبايه من الزيت حطي ربع كوبايه من الزيت، ونقوم واخدين كله عاجنينه زي ما انا عجنت اهو زي ما انتم شايفين. وبعد منها هروح مغطياه وسايباه لمده نص ساعه على بال العجينه القمريه بتاعتنا لما تخمر. ماشي، يلا خليكم معايا بقى. ادي القرص اهي الطريه بتاعتنا، انا عملتها اهي زي ما انتم شايفين. اللي انا عملت 3 4 صواني خلاص كده، ورحت مبططاهم وحطيت على وشهم السمسم زي ما انتم شايفين، وهسيبهم لما يخمروا، وبعد كده هروح ايه زقهم في الفرن. ماشي، خليكم بقى معايا. ما انتوا شايفين ادي اهي القرص سبتها لما خمرت، انا دلوقتي هدخلها فين؟ هندخلها الفرن وهسويها اهو. رجعت لكم تاني، ادي القرص بتاعتي اهي بعد ما عملتها. بسم الله ما شاء الله، قرص تحفه وجباره وجميله جدا وسهله. انا عملتها ديت عشان اي ام تقدر تعملها لاولادها في البيت. ماشي، دي كانت وصفتي النهارده من المطبخ من وعاء ماما مها، وهشوفكم في وصفه جديده تانية باذن الله. يا ريت تعملوا لي لايك وتعملوا شير وتكبروا القناه بتاعتي من عندكم، ده فضل من عندكم انتوا ليا انا. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.